بعد مرور 110 سنة على الأهلي، مين اللاعب اللي كنت تتمنى إنه ينضم ليه؟ عرفة السيد لاعب نادي وادي دجله عشان مهاجم حلو ومحطه حلوه وفي نفس الوقت سريع. اللاعب محمد ابراهيم بتاع الزمالك يعتبر احسن واحد في مكانه، اسيستنت اللي بيلعب تحت الفرود. محمد صلاح يعني عشان سرعته وهو متميز في المركز بتاعه. ممكن مصطفى فتحي في الزمالك، اولا لعيب مهاري، وثانيا ان هو ممكن هيبقى شكله احسن في الاهلي، مش شكله احسن في بس كان هيبقى وظيفته اكتر مؤثره اكتر في الاهلي. هو لو لعيب اجنبي كازيس هو اعتزل، بس كان اتمنى ان هو يجي عندنا لان احنا ما عندناش في الاهلي جون كويس. شريف اكرامي مش قوي. علي جبر وطارق حامد. علي جبر احسن مدافع بعد احمد حجازي طبعا، بس وطارق حامد عشان كويس في ديفندر كويس. في الزمالك مصطفى فتحي وباسم مرسي. باسم مرسي عشان هو اللي شايفه الوحيد المهاجم المصري الاول. مصطفى فتحي لان هو لعيب مهاري، والاهلي بيفتقد اللعيب المهاري اللي يقدر يعني يفتح للمهاجمين وان هو يصنع الاهداف. حسن شحاته طبعا اكيد، يعني عشان ده حاجه كبيره قوي في النادي الاهلي، في النادي الزمالك قصدي. المفروض ان هو كان يجي النادي الاهلي عشان كان هيضيف حاجات كتير، بس الحمد لله النادي الاهلي طبعا في ناس موجوده على قدر الامكانيات والكفاءه. لا انا زملكاوي اصلا. اتمنى مثلا ضم احمد غانم سلطان مثلا عشان يلبسهم في جوان اكتر زي ما لبسنا كتير. حازم امام يعني من احسن او من امهر اللعيبه المصريين اللي جم على مر التاريخ. يعني اللاعب الوحيد اللي كان نفسي ينضم كان نفسي محمد زيدان قوي ينضم الاهلي. كنت حاسس انه هيبقى ليه بصمه كبيره قوي في الجيل اللي كان موجود في نفس الجيل اللي كان فيه مع ابو تريكه وعماد متعب وبركات وكده. الصراحه قبل ما ابدا يعني انا زملكاوي، بس كنت عايز حد تعب مع الزمالك كتير، لو كان راح الاهلي كان هيبقى مستقبله كان هيبقى افضل بكتير. كان شيكابالا. محمد صلاح طبعا، شخصيه محترمه، شخصيه كويسه، لعبه كويس جدا. ابو تريكه 2 من الاخر.